السلام عليكم ورحمة الله. هذا راه ماشي غير وزير العدل، هذا راه العائلة كاملة. حنا كنا واحد الوقيته تنهضروا على وزير ديال العدل اللي كان باغي يحرم ما احل الله وكان باغي يحلل ما حرم الله وداير فيها روك المفتي ولا تيفتي على المغرب على المغاربه. قالها شنو خصكم ديروا، خصكم تفعلوا، المراه خصها دير، الراجل خصو يدير. السيد طاح مرض، ولكن دابا نايض قال لك بقى ولا صحيح ونايض كيكشكش على السلطات. علاش؟ قال لك حيت شدوا ليه خوه، عنده واحد خوه سميتو حميد، هاد خوه ملياردير عنده 2 شركات ديال الادويه، ولكن السلطات من هذه شحال وهي متبعاه، من هذه شحال وهي حاطه عليه العين وشامه فيه ريحه الدغل، عارفه بانه تيدير شي حاجه ولكن كان مكالي عليه خوه. ولكن دابا حاليا ملي تمت الاشاره لخوه اللي هو وزير العدل ومع عند السلطات وتمت المتابعه ديالو قضائيا وتم احاله الملف ديالو للقضاء، فجبدوا حتى خوه لقاوه بانه كيكالي عليه الصهد، كيروج شي مسائل اللي ماشي في محلها، شي مسائل اللي هي غير قانونيه، وباقي العاطي غادي يعطي. كيف ما تبت على سيهم مبدع الملياردير الوزير السابق اللي شفر كاع مدينه الفقيه بن صالح، اللي تبت عليه على انه العائله ديالو كامله مفرق عليها الديور والحوانت اللي كان تينهب لعباد الله واللي كان تيديهم للناس سواء كديور سواء كأراضي، وكاتبهم كلهم في سميتهم باش كان عارف راسو باش نهار اللي يطيح يقول لهم انا ما كملت حتى شي حاجه، ما عندي حتى شي حاجه. اذا اخوتي انا مغاربه، فهاد 48 ساعه كذلك مثال تحالت على السلطات واحد 17 ملف ديال الفساد، امالين كلهم تيمثلوا الدور ديالهم في العمل على انهم رؤساء ديال الجماعه، وهادو كلهم الملفات ديالهم دخلت عند البوليس، مشات عند السلطات المختصه في متابعه اي واحد شموا فيه ريحه الفساد. من بين هاد 17 ملف كاين 3 ديال الشخصيات اللي هما معروفين بزاف الملف ديالهم لقاو فعلا انهم فاسدين، وان المهمه دابا ديال السلطات التحقيق جاري معهم، كيسولوهم على جميع الممتلكات ومن اين لك هذا. غادي يمشيو فيها حتى العائله، اي واحد لقاوه من عائلتهم انهم كاتبين ليه شي حاجه الا ورا غادي يمشي حتى هو في الرجلين، يعني كل شيء اللي لقاوه داير يد مع الشفاره فغادي يمشيو. حاجه اخرى اخوتي المغاربه بغينا نتناقشوا فيها هي المساله ديال مصطفى الخصم. الكل تعرف على ان هذاك السيد مظلوم، هذاك السيد عنده غير نيشان، هذاك السيد جا البلاد دخل المغرب وبغى يخدم في بلادو، فتنصب كرئيس الجماعه ديال ايمو الزركندر، فمن يخدم لقى عنده الخواد في المدينه ديالو، ناض ليه الصداع مع العامل ومع الباشا ديال مدينه ايمو الزركندر، فبدا يحقق معاهم في جميع المسائل، فين مشات هاد الفلوس، شنو درتو بهاد الفلوس، شنو درتو بهادو وشنو فعلتو بهادو. في الاخر خرج وتكلم وقال بان شم ريحه الدغل في العامل وفي الباشا ديال المدينه ديالو، فهما ما تقبلوش هذيك الكلام اللي قال، فناضوا رفعوا عليه دعوه قضائيه، وفعلا القراكشو الدعوه كانت داس عند القضاء وتم الحكم فيها على مصطفى الخصم لعدم ثبوت اي دليل على انهم شفاره، بل اكثر من ذلك المحكمه حكمت عليه باش يخلص 5 ديال المليون ككفاله ولا يتشد في الحبس، وعطاوه واحد المهله اللي كتحدد في شهرين. دابا حاليا راه فات منها شهر وزياده، يدخل شهر 6 وما يبقى ليه حتى شي حاجه، ومصطفى الخصم راه ما بغاش يخلص ديك 5 المليون. وهادشي هذا كنصرح به نهار اللي كان خرج من المحكمه، قال لهم انا ديك 5 المليون والله ما نخلصها. خرج هذاك اش كيسميوه الوزير السابق ديال مول الكراطه وقال ليه زعما في واحد التصريح اودي غير خلص ومن بعد الا عندك شي دليل قدمه، ولكن مصطفى الخصم ما دايرش، ما بغاش يخلص، قال لك انا علاش نخلص وانا هما اللي متهم هادو هما اللي شفاره هما اللي خصهم يخلصوا. دابا حاليا يعني قربات المده تنتهي، فمصطفى الخصم باقي ومتبع يعني متشدد بالراي ديالو، قال لك بانه ما غاديش يخلص. اذا السؤال المطروح واش يقدر مصطفى الخصم يدخل الحبس؟ واش يقدر يكون مثال النتيجه ديال واحد الرجل اللي هو شريف
اللي كيمثل المدينه ديال ايموز زركندر، وبشهاده ديال السكان المدينه كامل اللي تشهدوا ليه بالمصداقيه ديالو بحسن السلوك ديالو والمعقول ديالو، يمكن انه يتشدى. حنا تنعرفوا ان دابا حاليا كاع السلطات وكاع الامن وكاع البوليس وكاع الناس المختصين في محاربه الفساد فحلن عينيهم من المزيان على اي واحد شموا فيه الريحه ديال الفساد. فاول حاجه بعدا قبل ما نختم هذا الفيديو هذا فكنبغي نقول لكاع الناس السلطات المختصه في هذه محاربه الفاسدين، تحيه كبيره لكم وشكرا لكم. فعلا الناس خدامه من المزيان، والله الا البق ما يزهق. شتي في هذه المرحله هذه دابا اللي حنا فيها ديال هذا التخبط، هذا الشيء اللي واقع دابا حاليا في البلاد، والله اللي تبت عليه انه شفار ولا انه اختلس ولو غير درهم من المال العام، والله لا تعاتقوا معاه ولا تعاتقوا معاه. جايه الاوامر من عند صاحب الجلاله نصره الله، قال لهم اي واحد شميتو فيه الريحه ما تعاتقوش معاه، اي واحد المتابعه ديالو فتشوا معاه، قلبوا فتشوا الديور، فتلوا في الممتلكات ديالو في عائلته. اي واحد دابا حاليا فيه ريحه الشحمه ديال كيف ما تنقولوا ريحه الشحمه من الفساد، والله لا تزهقوا معاه ولا تزهقوا معاه. اذا قبل ما نختم خوتي المغاربه ففقط للتذكير كيف ما صرح الدكتور رشيد العمارتي، فغدا ان شاء الله غدا تكون الندوه اللي خاصه بالموضوع ديال دنيا باطمه صاحبه حساب حمزه مونبيبي. اذا نتمناو على ان غدا تكشف شي معطيات اللي هي تكون فعلا معقوله باش تم الادانه ديال هاد خيتي اللي هي مخبيه في واحد المجموعه ديال الفاسدين المسؤولين اللي هما تيحميوها. نتمنى على ان هذا الملف ياخذ الحق ديالو من طبيعه الحال من طرف الناس اللي هما مساكن مشاو ضحايا فيه، كمثال ديال وئام الدحماني اللي كانت مسكينه تقتلت في هذاك الملف، كواحد مجموعه ديال الفنانين اللي هما تم المس بكرامتهم وبالشرف ديالهم. اذا موعدنا غدا ان شاء الله.